مرحبا بكم في عالم الرعب والكوابيس. نحن نراقبكم من خلف الجدران، ونحن الآن على وشك إطلاق سلسلة جديدة من القصص المرعبة الغامضة التي تتجاوز حدود الخيال وتجعلكم تتساءلون إن كانت حقيقية أم لا. فهل أنتم مستعدون للدخول في عالم مظلم ومخيف حيث لا توجد طريقة للعودة؟ ولا تفوتوا هذه المغامرة المثيرة. سنأخذكم في رحلة مثيرة عبر الأحداث المروعة والأشباح المخيفة والكائنات الشيطانية التي لا تصدق. تأهبوا للاستماع إلى حكايتنا المرعبة وحافظوا على وعيكم، فقد تواجهون أشياء لم تتوقعوها. ترقبوا القصص المرعبة القادمة في قناتنا 3 برازرز، ولا تفوتوا هذه المغامرة المثيرة. في قرية صغيرة بعيدة توجد أسطورة مرعبة تحكي عن بيت قديم ومهجور يعيش فيه روح شريرة. يقال إنها تهاجم أي شخص يجرؤ على دخول البيت. هذه الأسطورة احتجزت البيت في عزلته لعقود طويلة، حيث لم يجرؤ أحد على استكشافه أو التحقق من صحة الأسطورة. في إحدى الليالي الظلماء قررت مجموعة من الأصدقاء الشجعان المغامرة في البيت المهجور، وذلك لكشف الحقيقة وربما حل لغز الأسطورة المخيفة. لم يتركوا أي شيء للصدفة، فقد حضروا الأدوات اللازمة ومصابيح الجيب المشرقة والطعام والمياه للاستعداد لما قد يواجههم. كان الخوف والتوتر يسيطران على قلوبهم، لكنهم كانوا عازمين على صنع ذكرى لا تنسى هذه الليلة. وصلوا إلى البيت المهجور وبدأوا في استكشافه بحذر شديد، يبحثون عن أي دليل على وجود الروح الشريرة. لم يمض وقت طويل حتى لاحظوا نقشا غريبا محفورا على الحائط الباهت. كان يقول: إذا لم ترد القتل فارحل. على الرغم من التحذير المرعب، قرروا الاستمرار في استكشاف البيت، فهم لا يريدون أن يكونوا ضحايا للخرافات والأساطير. لكن عندما كانوا يتجولون في الغرف المظلمة والمهجورة، حدث شيء مروع. دون سابق إنذار، انقضت الروح الشريرة عليهم. كانت غاضبة ولا ترحم. تنقلب في الهواء وتدفعهم بعنف، تنزع الأشياء من أيديهم بقوة لا يمكن تصورها. رعب حقيقي اجتاحهم، وصرخاتهم واستغاثاتهم لم تلقى أذنا صاغية.
وقد كانوا محاصرين في هذا المكان المظلم والمهجور. مرت ساعات طويلة من المعركة المروعة بين الأصدقاء والروح الشريرة. كانوا يحاولون بشتى الطرق البقاء على قيد الحياة واكتشاف طريقة للهروب. وأخيراً بعد عناء وإصرار لا يصدق، وجدوا طريقة للفرار من هذه الجحيم المرعبة. لكن الثمل والمرارة تكونت في قلوبهم عندما رأوا أصدقائهم مستلقين على الأرض، لا حياة فيهم بعد الآن. لم يجدوا الروح الشريرة التي كانوا يخشونها، ولكنهم أدركوا أن الأسطورة كانت حقيقة بالفعل. تحول البيت القديم إلى مشهد من الدمار التام، لم يعد يشبه ما كان عليه في السابق. ومنذ تلك اللحظة المرعبة لم يجرؤ أي شخص على دخول البيت المهجور مرة أخرى. تنتشر القصة بين سكان القرية وتصبح أسطورة جديدة بالأجيال القادمة. تحذر هذه الأسطورة الشجعان من المجازفة والدخول إلى الأماكن المهجورة، حاملة معها عبر الزمن روح الرعب والموت التي استولت على أرواح أصدقاء الشجعان. تصبح القرية مكانا مهجورا في نفوس الناس، حيث يتجنبون الحديث عن الأسطورة ويتجنبون البيت بكل تكلفة. وبينما ينام البيت المهجور في هدوء مطبق، تظل الأرواح الشريرة تحوم حوله في انتظار الشجعان الجدد الذين قد يأتون لاستكشافه أو لنيل المغامرة. لكنها تظل محجوزة في جدرانه المتهالكة، مستعدة للهجوم على أي شخص يجرؤ على اجتياز عتباته المهجورة والمليئة بالأسرار المرعبة.